السجن والترحيل لثلاث مهاجرين أنشأوا مصنع سري لتبغ الشيشة. عرفتون من هن أو لا؟ كشفت الشرطة السويدية عن فيلا تقع خارج مدينة كريستينهامن كانت تستخدم كمركز لإنتاج واسع النطاق لتبغ الشيشة المعسل بشكل غير قانوني. وبعد محاكمة في محكمة فارملاند أدين ثلاث رجال بينهم شقيقان بتهمة تتعلق بجرائم ضريبية جسيمة والتعامل مع بضائع غير خاضعة للضريبة بقيمة ملايين الكرونات. تفاصيل المداهمة اللي صارت بشهر مايو الماضي: نفذت الشرطة مداهمة للفيلا فعثرت على أكثر من 580 كيلوغرام من تبغ الشيشة إضافة إلى معدات كاملة للتصنيع تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون كرون سويدي. وخلال المداهمة عثرت الشرطة من بين أشياء أخرى على 8 أكياس إيكا مليئة بالتبغ الجاهز للشيشة. كما وجدت سيارة متوقفة في مدخل الفيلا محملة بالكامل ببضائع جاهزة للبيع. وبعدها أجرت الشرطة حملة تفتيش في وسط كريستينهامن حيث عثر على كميات إضافية من المواد. وبحسب التحقيق بلغت قيمة الضرائب التي تم التهرب منها نحو 1.5 مليون كرون. الشرطة وثقت أيضا العثور على 8 أكياس تسوق من إيكا مليئة بتبغ الشيشة الجاهز بالإضافة إلى عبوات جليسرين تستخدم للمحافظة على رطوبة الخليط ومنع جفافه. الأحكام القضائية بالنسبة لثلاث أشخاص: المتهم الأول عمره 42 سنة شقيق للمتهم الثاني أدين بالسجن لمدة عام و4 أشهر مع قرار بالطرد من السويد. المتهم الثاني عمره 22 سنة شقيق المتهم الأول أدين بالسجن لمدة عام واحد مع الطرد من السويد أيضا. المتهم الثالث عمره 35 عام وهو مالك الفيلا أدين بخدمة المجتمع سامهيلشينست بتهمة المساعدة في التهرب الضريبي والتعامل غير المشروع مع البضائع حيث قام بتأجير المنزل لكنه نفى طوال التحقيق أي علم له باستخدام الفيلا كمصنع. ما بعرف إذا بتعرفوا مين هذول الأشخاص أو لا، وهل هذا الخبر انتشر في السويد أو لا؟ نشر مشاركة متابعة الصفحة.